مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. والحوار اللي أنا راجعة بيه النهاردة هيكون برضو دردشة، يعني عشان ما نزعلش حد. والموضوع هيكون عن الستات هنا. ومش هقول الفرق، أنا بس هقول هما بيعملوا إيه. الستات هنا عندنا في النرويج، أو الستات في النرويج عامة كلهم، حتى احنا اللي هم الفورنر اللي بنيجي من بره بنتعلم منهم لما بنيجي ان هم بيهتموا بنفسهم. ليه؟ لان هم بيبقى عندهم الفرصة. يعني الستات هنا، لان انا بسمع كتير رجاله يقعدوا يقولوا احنا حارمنا في مصر، انا عايز واحده اجنبيه، او مثلا يطلعوا فيديو فاني على الانترنت ويقول لك اصل الست الاجنبيه والست المصريه على فكره الست المصريه احسن من الست الاجنبيه مليون مره، ومش عشان انا ست مصريه والله العظيم، دي حقيقه. بس لو جينا على الجمال او الشكل او الشعر او الاهتمام بالذات، هنا هم عندهم فرصة. يعني الحريم هنا أو الستات هنا عندهم فرصة أكبر كبيرة من الستات في مصر، لأن الستات في مصر بتبقى بتشتغل وبيبقى عليها عبء كبير. وكمان علشان هرجع وأقول علشان المهيات، يعني مش كتير من الستات. يعني هنا خلينا نتكلم هنا في النرويج، كل الستات اللي بتشتغل كلهم تقريبا سواسية. بتفرق طبعا على حسب التعليم وعلى حسب المكانة اللي انت فيها وعلى حسب الشغل اللي انت بتشتغله. بس كل الستات يقدروا يروحوا للكوافير، كل الستات يقدروا يروحوا يعملوا ضوافرهم، كل الستات يقدروا يروحوا يعملوا وشهم، كل الستات يقدروا يروحوا يعملوا تخسيس ويعملوا ويسافروا. دي حقيقة فعلا. ليه؟ لأن عشان المهيات هنا عالية. يعني المهيات هنا كبيرة مش زي عندنا. ما ينفعش ان هم مثلا هنا يعلوا المهيات ويعلوا يعلوا الاسعار في كل حته والمهيات واقفه زي ما هي، لا، لازم يعلوا المهيات. فكل ما الحاجه بتغلى او كل ما الحاجه بتزيد المهيات بتعلى. فاي وقت ايا كان الظروف المحاطه بالستات هنا، في الاخر بيقدروا يروحوا للكوافير، بيقدروا يروحوا يعملوا شعرهم، بيقدروا يروحوا يهتموا بنفسهم في الاخر. وهو ده الفرق. حتى كتير جدا، يعني وانا هنا كتير جدا 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 من الناس اللي انا اعرفهم او من الستات اللي انا اعرفهم بعد الحمل، يعني بيولدوا وبعد الحمل اول حاجه بيعملوها، لان طبعا كل ست بعد الولاده بيبقى عندها اكتئاب. الاكتئاب ده طبيعي. انا طبعا مش دكتوره ومش بتكلم على مش بتكلم على يعني المرض لا خالص، انا بتكلم على الستات اللي هم بيعانوا بعد الولاده. دي بتبقى حاجه طبيعيه جدا، حاله الاكتئاب اللي بتيجي بعد الولاده، لان بتبقى الحياه كلها اتغيرت، بيبقى في حد جديد في البيت، حد لازم انت تهتم بيه، فكل الستات بتخش في فتره اكتئاب. طبعا عندنا مفيش الكلام ده. عندنا الستات بتولد وخلاص، محدش حتى بيسألها انت عندك اكتئاب، انت زعلانه، انت زهقانه. ما عندهمش حتى الحق ان هم يقولوا هم حاسين بايه. يعني هنا بيقولوا، يعني عادي. ممكن تكون زهقانه، ممكن تكون العيال مغلبينها، ممكن تكون بتتكلم عليها بطريقه علميه، بس بيتكلموا عليها. وبعد ما بيولدوا على طول بيبقوا عاملين حسابهم ان هم الستات هتسيب المولود مع جوزها وتسافر فتره مع مامتها او مع اصحابها، او مع بيبقوا بنات بس، او مع مامتها لوحدها، او مع اي حد يعني يكون قريب منها علشان تخرج من الحاله اللي هي فيها. والبيبي بيتني مع باباه، يعني عادي، ده هنا عادي. فلما يكون الستات عندهم كل الرفاهيات اللي اي ست محتاجاها هنا، اكيد الست هتكون مهتمية بنفسها، يعني عادي. فاي راجل بيتكلم وبيقول فرق ما بين الست الاجنبية او الست المصرية او الست العربية ايا كان، انت وفر لها كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي وهي هتروح تعمل ايه المشكلة. اي ست في الدنيا لو جوزها جه اداها فلوس كده او مبلغ وقال لها روحي اعملي شعرك وتزوقي وظبطي نفسك واعملي مش عارفه ايه، وهي مش هتعمل؟ هتعمل اكيد. فدوت هنا، يعني عشان انتوا بتبقوا شايفين كل الستات على طول على سنجة 10 وعاملين، مفيش ستات هنا كتير مبهدلين، هو ده السبب.
هي بتبقى بتشتغل على فكرة، بس بترجع من الشغل بيبقوا مقسمين شغلهم، بيبقى عندها فرصة ان هي تخرج مع اصحابها بالليل. انا عندي زمايلي في الشغل والله العظيم دي حقيقة فعلا، نكون مثلا في الشغل وتقول لي انا خارجة النهاردة مع صاحبتي بالليل، اقول لها اه لوحدك يعني؟ اه انا وهي بس. وابنك؟ لا ابني قاعد مع باباه في البيت عادي. يعني مش مشكلة. وبيخرجوا وبيروحوا مطاعم وبيتفسحوا، بيشوفوا نفسهم من الاخر. مش قصدي بقى ان هم يشوفوا نفسهم على الرجاله، هم شايفين نفسهم على الرجاله برضو، بس مش ده قصدي يعني. او انا قصدي ان اي ست لما بيكون عندها الفرصه ان هي تخلي بالها من نفسها ومن مظهرها ومن شكلها وكل حاجه، اكيد هتعمل. فيا جماعه اي حد بيتكلم عن الموضوع ده، بصوا الاول على نفسكم وبعدين اتكلموا. وده كان موضوعي النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.